أهلا بكم. النهاردة هنتكلم معاكم في موضوع بيهم كل الأسر المصرية، ألا وهو موضوع الكتب المدرسية. الكتب المدرسية اللي الطلاب عادوا بيبيعوها لبتوع الروبابيكيا، الكتب المدرسية اللي حلت محلها الكتب الخارجية اللي أصبحت عبء كبير على كل الأسر المصرية. والله العظيم الكتب المدرسية ما بتتفتح، والله العظيم تالتة ثانوي ما بتستلم الكتب المدرسية. الكل الوقت في السناتر المدرسين في كله بيعتمد النهاردة على الكتب الخارجية. رسالتي لمعالي الوزير وزير التربية والتعليم، لو الكتب المدرسية دي ملهاش لازمة ما نطبعهاش ونكلف الدولة مليارات الدولارات. بتقول لي مليارات؟ هقول لك أيوة يا سيدي الفاضل، احنا عندنا 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية في معدل 6 كتب ب90 مليون كتاب. 90 مليون كتاب ملهمش أثر اللازمة، 90 مليون كتاب ما بنعتمدش عليهم تماما. ده غير المرحلة الإعدادية 7 مليون مواطن، 7 مليون مواطن في الإعدادية و3 مليون وشوية في المرحلة الثانوي. عدد الطلاب في مصر ما يقرب من 33 مليون طالب. 33 مليون، نقول 30 مليون في 6 يعني ب180، حوالي 200 مليون كتاب. 200 مليون كتاب بيكلفوا الدولة المصرية ملايين الدولارات وبترمهم. الكتب المدرسية لو مش مفيدة اركنوها واعتمدوا على الكتب الخارجية. الكتب الخارجية النهاردة يا جماعة أسعارها نار النار، أقل كتاب ب200 و250 و300 جنيه. يعني معدل الطالب في الابتدائي والله فوق ال1000 جنيه، بيشتري كتب فوق ال1000 جنيه، غير بيستلم كتب المدرسة وبيدفع مصاريفها. كل ده عبء كبير على أولياء الأمور. أولياء الأمور هيعملوا إيه ولا إيه ولا إيه؟ هيقضوها من معيشة ولا من دروس ولا من كتب مدرسية ولا من كتب خارجية؟ رسالة لمعالي وزير التربية والتعليم، عاوزين الترم ده خلاص، الترم التاني الناس اشترت الكتب الخارجية. ندائي لمعالي الوزير من أول السنة، من أول السنة الجديدة، لو الكتب المدرسية مش مفيدة نركنها ونعتمد على الخارجية. لو الكتب الخارجية مش مفيدة نركنها وما نطبعهاش، لأن مفيش كتاب في مصر بيطبع إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم. يا جماعة احنا مش عاوزين كل حاجة نمسك العصاية من النص، عاوزين ناخد قرارات جريئة، عاوزين نطلع بره الصندوق شوية. يعني طباعة الكتب دي مش قرآن نقدر نعدل فيها ونطور فيها. احنا في الجمهورية الجديدة، احنا في عصر مصر السيسي، كل وزير ياخد قراراته، والوزير اللي مش قادر ياخد قرار يركن ويجي غيره. كل شوية بنغير وزارات ونغير مسؤولين والحال هو مفيش تغيير. ما زالت المدارس من الطلاب مهجورة، تالتة اعدادي ما بتروحش، تالتة ثانوي ما بتروحش. الكل عاد بيعتمد على السناتر والدروس الخصوصية، أولياء الأمور بيكحوا تراب. ما زالت المدارس من الطلاب مهجورة والسناتر بالطلاب معمورة، والوزير مش قادر ياخد قرار مصيري يحدد ويحقق طموحات أولياء الأمور. والله العظيم يا معالي الوزير أولياء الأمور بيكحوا تراب. العيب على مين بقى في موضوع الكتب الخارجية ده؟ على الوزارة ولا على السادة المستشارين اللي بيطبعوا كتب خارجية أفضل بمراحل من الكتب المدرسية؟ ولا على مين بالظبط؟ عاوزين نعرف. ولا على المدرسين اللي بيعتمدوا على الكتب الخارجية وبيتركوا الكتب المدرسية؟ كلمتين ونص والخلاصة. رسالتي لمعالي الوزير، لو الكتب المدرسية ملهاش لازمة بلاش نطبعها ونسلمها للطلبة، ولو مهمة ومفيدة الغي الكتب الخارجية واعتمد على الكتب الداخلية.
والامتحانات تكون من الكتاب المدرسي، علشان كل الضحية في الأمور دي كلها هم أولياء الأمور. أولياء الأمور هم الضحية. لما يبقى عندنا في مصر 33 مليون طالب، يعني الشعب المصري كله المشكلة دي بتهمه. المشكلة دي بتهم الشعب المصري كله. يا نعتمد على الكتب الخارجية يا نعتمد على الكتب الداخلية. مش هنفضل ماسكين العصاية من النص ونقول نستلم الكتب. والله العظيم بتتباع للربابيكي. اقسم بالله العظيم الكتب المدرسية ما بتتفتح. الثانوية العامة ما بيستلموهاش اصلا. والله ما بروحوا يستلموها، معتمدين على الكتب الخارجية. يا عالم حرام علينا، حرام علينا مليارات الدولارات اللي بتصرف. ما يقرب من 200 مليون كتاب بتطبعهم وزارة التربية والتعليم، وفي الأول وفي الآخر كله في الفاضي. بنركن الكتب ونجيب كتب خارجية، بنركن المدرسة ونعتمد على الدروس الخصوصية. وزير التربية والتعليم مع كامل احترامي وتقديري للجميع، فين المستشارين بتوعك؟ فين السادة يعني العباقرة اللي بيقودوا وزارة التربية والتعليم؟ شوفوا لكم حل، شوفوا لكم حل في موضوع الكتب الخارجية. لو انتوا ما فيش حلول ما تطبعوش الكتب الداخلية. كتب المدرسة ما تطبعهاش. والله العظيم بتتباع جديدة لانجل الربابيكيا. احنا في الدولة المصرية الحديثة كل واحد لازم يشوف شغله. احنا في عصر مصر السيسي، لازم نفكر بره الصندوق شوية، لازم نطلع بره الصندوق شوية. الكتب المدرسية دي يا جماعة مش قرآن. والله العظيم تتعدل وتتطور، ونشوف مصلحة المواطن فين، ونشوف العبء اللي على أولياء الأمور فين ونعالجه. كل حاجة متاحة، والدولة المصرية في ظهرك، ما تقلقش. خد القرار المناسب هتلاقي الشعب المصري كله معاك، هتلاقي الدولة المصرية كلها في ظهرك، علشان دي مصلحة المواطن ومصلحة أولياء الأمور، وقبل المواطن وأولياء الأمور مصلحة الطلاب. الطالب بيحتار بين الكتب المدرسية وبين الكتب الخارجية، بيروح يدفع مصاريف في المدرسة وبيروح يشتري الكتب الخارجية. والله العظيم على كبر صندوق أولياء الأمور بيشتروا الكتب الخارجية القديمة. الكتاب ب10 جنيه وب12 جنيه وب15 جنيه على حسب حالته. بتوع الربابيكيا بيشتروهم، وعلى كبر صندوق فرشين بيبيعوهم لمحدود الدخل، بيبيعوهم لمعدوم الدخل. اللي مش قادر يشتري كتاب جديد بيطلع على كبر صندوق يشتري كتاب القديم. كتاب قديم بتوع الربابيكيا شاريينه من أولياء الأمور. يا عالم عيب علينا واحنا في الجمهورية الجديدة ان احنا نتعامل بالشكل ده. ده أزمة كبيرة بتهم الشعب المصري كله. رسالتي الأخيرة لقيادات وزارة التربية والتعليم: أفيقوا من سباتكم يرحمكم الله. اعملوا حاجة حلوة للمواطن علشان الشعب المصري كله يفتكركم بالخير. كل الشكر والتحية.